أقول لكم قصة من أجمل القصص اللي احتفظت فيها. هذا رجل أو ولد اسمه عبد العزيز، كان أبوه رجل طيب. توفى أبوه ما بقت له إلا أمه، وهو عمره 6 سنوات. وأمه إيش سوت؟ اضطرت إنها تشتغل في البيوت حتى تخلي من ابنها رجال. تخيل واحد يقول لأمه ذبحك على يدي، قال لها ذبحك على يدي، قام دف أمه يبغى يقبلها الأرض. الله من فوق ألهمها بالصحن بطاولة زي هذه، طاحوا اشردي أمه منها في غرفة لين دخلت غرفة النوم حقها. ريحة زوجها وريحة، والله ما أعطاها من الدنيا لهذا الرجال. الدف وهي الدف فتح الباب يوم منه قدام أمه يا أبو، قدام أمه خلاص بيذبحها. خلص البنزين، شكرا لتفاعلكم. وعمرك الخطرة ما نفضل.